السلام عليكم على الجميع وبسم الله الرحمن الرحيم. أظن أنه ضرورة تكملة فيديو رقم 3 و4 و5 حتى تتضح حقائق الجمهور كامل. الآن ما عاد يهمش حاجة. الآن ايش يقول الوضع خرج للساحة الآن تماما. أحمد صالح العيسي الآن بحكم أنه كان عامل مخططات كثيرة أنها اللقاء يكون في سيئون، اللقاء يكون في عدن، اللقاء يكون في مارب، في مجال، لكن الوجه ثاني. قل له واحد نصحه ما رأيك يومها أنا للقاهرة عين بهروا يقع لهم زلاطة اللي ظروفهم صعبة واللي تعالجوا. طبعا نص اللي حضروا العلاج يوصلوا من الشقق يحجزوا عند دكاترة كبار في السن، أمراض مزمنة. دائما المال الحرام ما ينتج عنه إلا النتائج الوخيمة وعقاب الله في الدنيا. بالنسبة للعقوبات اللي يتخذها على فرع الاتحاد عدن هذا موضوع ثاني، لأنه يرجع صلاحيته له بنسبة كبيرة ومع تدخل المحافظ أو وزارة الشباب والرياضة من بعيد. أما المهزلة أنك توقف رئيس نادي الواحدة 6 أشهر أو هذه ما قد حصلتش، لأنه الأندية ترجع إما الجمعية العمومية إنك تمنصب أو وزارة الشباب والرياضة، حق أصيل. الآن فتح عن نفسه نار جهنم. الأندية بتوحد كامل والتوقيع مع ترجمة الرفع للفيفا خلال ساعات. الآن تمت التوقيعات وحيوقع الرفع مع التقارير المالية المغلوطة اللي كتبها. الآن لما تكتب أنت كذا فتحوا له موضوع أين المليون الدولار حق قطر، وين المليون السعودي، وين 2 مليون سعودي حق البطولة السابقة. أحمد صالح العيسي الذي يتشدق حتى حنقول في اللجنة الفرعية، هل عمركم سمعتم إنه حكم يأخذ الشهادة الدولية كمساعد إنه ينزل يحكم ساحة، أو حكم ساحة ينزل يحكم ليمان؟ هذه من ضمن المخالفات اللي يسكت عليها. شوف بعد التشاطر التذاكي هو كان فاتح خط مع أمين جمعان مع فارق الأصالة والعراقة إنه حاجة كبيرة. أمين جمعان عنده كان يتمنى إنه يسلم عليه أو يبقى معه قبل ما يدخل حافظ معياد بتضخيمه عند علي عبد الصالح. كان أسرة علي عبد الصالح ما زالوا صغار في السن، عمار، طارق، فكان يخترقهم. ويحيى كان متفرغ لمواضيع ثانية، الجانب الشخصي حقه، فكان ما يفهموش ايش معنات اللعبه. تخيلوا جمال حمدي يدخل عشان يوقع نائب، يطلع بوساطات كبيره، قال الله والنبي يلا ينتخبوا نائب. طبعا ايش الفائده تدخل نائب بدون صلاحيات؟ استفزوا بعد شهرين حصلت الاستقاله وتخلصوا من جمال حمدي تماما. واحنا نعرف من جمال حمدي، وانما هو ساهم بالفشل حقه في جانب الغرور او التعالي، او مثل ما يعمل شرف محفوظ او البراءة العفوية اللي ما يفهموهاش لاعبين الكرة. الآن أحمد صالح العيسي في ورطة، الآن حتفتح له نار جهنم. جانب العقوبات أنت مش حتيجي الآن تفرض عليه مشاركة غصبا وأنت تتكلم عن الدعم. طيب 8 سنوات ما فيش دوريات، ما اعترف ب2 شتويات لجمعان حتى يربطوا بحميد شيباني في الشتوي الثالث اعترف فيه. وعندما حصلت حادثة الاعتداء على الحكم من قبل لاعب الصقر صدام قاسم، تخيلوا رياض الحربي في مدرجة الوحدة يتشدق انه انا ب40,000